هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليحيى أبو وصال. احساسك ايه وانت عندك 23 سنه؟ انا مبسوطه عامه بريلة وانت لسه صغيره برضه. لا احساسك ايه وانت فاضلك سنتين وهتكملي ربع فرق؟ احساسي ايه؟ بصي هو لغايه 25 في السن. ماشي مش عارفه ده انا غيرت البيج بتاعتي دلوقتي عشان مش عارفه ارسم والسبوت قدامي بالظبط، فمش عارفه ارسم لايف، برسم الموبايل بس، فمسحت الاوتلاين كله وانا من الاول مش اوكي يعني، بس حاليا كتفي بيموت. خلصت شويه حلوين من الاوتلاين دلوقتي، بس زي ما قلت لك تاني، ولكن انا دلوقتي مش قادره، فحرفيا عملت اي تخطيط كده وخلاص عشان بس الدنيا تبقى باينه هعمل ايه يعني بكره وكده. كنت ناويه ما اشتغلش بكره عشان عندي محاضره نظري، بس اعتقد بعد المحاضره النظري لو في وقت هاجي احاول اعمل الاوتلاين بس عشان انجز شويه. فاضل يعني حوالي ساعه على ميعاد العلاج الطبيعي بتاعي، فهلم حاجتي دلوقتي عشان اتحرك. كان نفسي بجد على الاقل اكون مخلصه الاوتلاين النهارده عشان بكره او قصدي يوم الاربعاء اقعد اشيل هو يوم الخميس، ولكن ما خلصتش. بس متضايقه ان حاسه ان اليوم ضاع على الفاضي، حاسه ان انا ما عملتش اي حاجه عشان بدات من الاول. من 5 ثواني حرفيا، بس عملت شوية في الاوتلاين دلوقتي وحاسة ان الدنيا احسن كتير، يعني بقى في حاجة يعني هوريكم دلوقتي، هقلب الكاميرا اوريكم. بس دلوقتي هلم حاجتي واقوم اروح الجلسة عشان الساعة دلوقتي 3 والجلسة الساعة 4. التربية الفنية عندهم دلوقتي حفلة تقريبا ويلكم بارتي، وبجد تحفة، عاملين ثيم اللي هو اللبس القديم وكده، وبجد شكلهم تحفة. أنا يعني نفسي أوريكم بس طبعا مش هينفع أصورهم، بس بجد شكلهم حلو قوي ولابسين كده فساتين قديمة والمود بجد سكر. لسه مخلصة الجلسة حالا، بجد حاسة أحسن بكتير قوي من الأول. بس حاسة أنا جعانة قوي، فدلوقتي هروح وهاكل. مش عارفة أجيب أكل ولا لما أروح أطبخ، بس حاسة مش قادرة أطبخ ولا قادرة أغسل مواعين ولا قادرة أعمل أي حاجة من الحاجات دي برضه، عشان محتاجة، عشان كتفي محتاج يريح شوية، فمش عارفة، هنعرف دلوقتي. أنا روحت البيت أخيرا. دلوقتي هاكل واعمل editing وهعمل الحاجات اللي انا بعملها دي كلها. اسبوعي في الكلية، مش هوريكوا يومي كله. لو عايزيني اعمل لكم فيديو يبقى فيه روتيني اليومي كله اللي هو productive day in my life مثلا، او day in my life as a student، مش عارفه اي حاجه كده، اكتبولي في الكومنتس واشوفكم بقى بكره. صباح الخير، عايزه بس اوريكم الاوتفيت عشان حرفيا يعني لا لازم تشوفوها، تحفه تحفه. النهارده تاني يوم من ايامي في الجامعه، عندي محاضره نظري وعندي شغل عملي، هنكمل البورتريه اللي كنت مصيحه عليه امبارح، يا رب اخلص فيه جزء حلو.
الشكل اللي انا وصلت له دلوقتي، بس الحته دي قصيره وغريبه، محتاجه اظبطها شويه وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بس دلوقتي عندي محاضره فهروحها ونكمل. بتاعي ممكن يبقى بتاعي عشان مش سبايسي. ده بتاعي. هجيب هو ده ايه؟ ايه اللفت؟ هو مش اللفت اللي انا بقى ايه؟ اللفت لونه ابيض. انا نفسي عشان اول مره اعرف اصلا تحسي بطاطس، بس هي بطاطس مخليه، بس اللفت ابيض. يعني نسال سؤال متاكد. ده اللي انا وصلت له حرفيا. انا 5 دقايق بالظبط وهمشي، فانا عايزه اوريكم الاوتلاين لحد دلوقتي عامل ازاي. الحته دي برضو مش عارفه اتظبطت ولا لا، فهتابع بكره مع الدكتور عشان امشي ونشوف ايه الدنيا. بس انا كنت محتاجه اتصور النهارده. عامه انا من اول ما الكليه بدات ما صورتش، بس يعني شكلي امور. النهارده يوم جديد وعايزة أروح أدفع مصاريف وأعمل شوية في اللوحة وأخلص السكتشات، عشان أنا مخلصتش السكتشات وعايزة أعمل سكتشات جديدة، أو أنا خلصت العدد بس هي مش عجباني، عايزة أعمل تاني. فيلا بينا. أنا وصلت طبعا للماتشين. ده اللي انا وصلت لحد دلوقتي في الشيدنج. حاسه انه تمام بس مش عارفه في حاجات كتير قوي عايزه تتزود وتتظبط. الشعر لسه معملتش فيه حاجه، وهنا يعتبر ما عملتش حاجه، انا بس اديت تون كده يظبط الدنيا. دلوقتي داخله على 3 فانا محتاجه الم حاجتي وابتدي اتحرك عشان ميعاد الجلسه. وكمان عايزه اروح اسال على الفريم بتاع حاجه هقول لكم عليها بعدين. هروح هلحق لها الجلسه كده. تقريبا اليوم الدراسي انا مش قادره حاليا. عامه كنت فاهماني قوي، محتاجه الجلسه قوي. بفكر منزلش بكره الكليه. اصلا تقريبا محدش نازل ولا حتى الدكاتره نازلين، بس عندي حاجات اعملها في الزمالك وكده. ف غالبا هنزل. فده مش اخر يوم، بكره هيكون اخر يوم. بفكر اصلا اخلي اخر يوم الاحد، عشان يوم الاحد هيكون يوم التسليم بتاع المشروع اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ف غالبا هيبقى الحد اخر يوم، يعني كده فاضل الخميس والحد. الشجر حاسه ان احنا في الخريف خلاص officially، بس يعني يا رب الجو يقتنع بده. متحمسه قوي تعرفوا، بس يعني تعرفوا قريب ان شاء الله. ايه بقى دلوقتي هروح اركب مترو وغالبا هشوفكم بكره. صباح الخير. النهارده يوم الخميس، اليوم اللي قبل الاخير في الاسبوع بتاع الدراسه، عشان يوم الاحد هيكون يوم التحكيم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت.
ودي الاوتفيت بتاعتي، حاسه انها 8 بس ما عدا الشنطه الباك عشان الدكتوره منعتني من ان انا البس اي توت باجز. حاليا بقيت بلبس الشنطه الباك دي لحد ما اجيب شنط باك جديده. عايزه اقول لكم بقى ورايا ايه النهارده. ورايا الحاجات اللي انا هعملها في الزمالك، اللي هي الحاجه اللي انا قلت لكم هقول لكم عليها بعدين، دي انا هعملها. وورايا كمان ان انا اخد اللوحه بتاعتي من الكليه واصور شويه حاجات عشان حاسه ان السكتشات بتاعتي ناقصه شويه، وممكن احاول اسكتش سريعا. فاليوم بتاع الكليه النهارده صغير شويه، مش هيبقى فيه حاجات كتير. وريتكم الاوتفيت والاكسسوارز، يلا بينا. الكليه حرفيا مفيش غيري انا وواحده بس في الاتيليه، الناس كلها قررت تاجز النهارده. فعملت البتاع بتاعتي وجبت برضو الورقه بتاعت المترو، وبرضو رحت عملت الحاجه اللي قلت لكم هعملها. وبس كده، هنزل بقى دلوقتي المكتبة غالبا اقعد فيها شوية وابص عليها، وكمان هصور شوية حاجات وبس كده. لسبب ما انا معرفوش المكتبة قافلة والكلية تحت زحمة جدا، فهقعد في الاتelier بتاعنا معتزة مكرمة. النهارده اخر يوم واول يوم في الاسبوع. ده ربع تقريبا، هيكون مسؤول. دلوقتي نعمل ريفيو. حد لا كلنا ندوق مع بعض. ايوه 1 2 3 ندوق. ايوه ما قلتيش معانا العصير؟ ايوه مفيش معانا العصير. ده حته عصير بالبنا كولادا تحفه. يلا 1 2 3. حلو حلو بس طعمه جبنه. الاول طعمه جبنه، بس بعد كده طعمه لانشون جاي. تحفه قوي. 10 من 10. كم من 10؟ اشتروه 15 جنيه. ادتني الخاتم ده. لا هو انا مش لازم الفيديو يبقى ذل ليكي على فكره. انا هذل نفسي. نوع ايه ده بجد؟ ما اعرفش والله نوع ايه. مش الحوار تبقى لا حلو قوي. عارفه ايه الحجر بتاع عيد ميلادي؟ ايه الحاجه بتاعت جلالك؟ حاولي تفهمي. ليكي في الاحجار اصلا؟ بصي مش حافظه اساميها بس يعني. اماسيست. اللي لونه بنفسجي ده. واو قوي، ده اصلا المفضل بتاعي. انت بتاع عيد ميلادك ايه؟ مش عارفه. انتي ايه شهر ايه؟ 12. انا ده كوش. مش عارفه اللي هو كام. قوس مثلا. ايوه اوكي. مش حافظه شهر 12 يعني كام؟ والله انا حاسه انا عندي عسر في الموضوع ده، حاسه انا ديسلكسيك. اتعلمتي الساعه امتى يا شهر؟ لا انا الساعه تمام ماشي. ايه بالزمرد؟ لا امال ايه؟ ايه ده؟ ايه الازرق ده؟ توباز. توباز خدته في الجيولوجيا. ايوه خدناه او في الجيولوجيا. توباز حاجه كده الازرق ده. حلو. ابروفد بس مش شبهي، مالوش علاقه. انا احلى لون. بصراحه يبقى احلى لون. تحفه. نزلي حاجه من الحاجات دي. ايه؟ نزلي حاجه من الحاجات دي. خايفه اقول حاجه تشيل في الفيديو. هعمل في رقابه. الناس قبل اختراع المونتاج. بصي كل حاجه.
النهارده يا جماعه احنا بكره هنروح السيرك مبدئيا، يعني دي لازم نعمل كليتنا فلوج في السيرك. كليتنا هتودينا السيرك. حصلت حاجه، الدكتور اول ما دخلت تمام كان عندها مشكله ان هي مش شايفانا، وبعد كده بصت عليا وقالت لي انا عارفاكي متابعاكي على التيك توك. وشي حرفيا قلب طماطماية. طماطم، كسفت جدا. قلت طماطماية. لها ايه ده؟ يا لهوي شكرا يا انتي دكتور. كنتي نازله في الكرسي. ايوه اتكسفت جدا، ليه يا روعه؟ اتكسفت لما حد كبير بيشوفني بتكسف. ولما دكتور امنيه برضه وبنتها ودكتور طاهر، دكتور طاهر برضه. دكتور بقى شرحت لنا المشروع الجديد، وهنروح السيرك بكره وبعده بس يوم الخميس هنكون مسلمين كام سكتش؟ سكتشات. 20 سكتش، 10 و10 ايش 10 10 كوكي و10 مدرسين. هنروح السيرك. احلى حاجه ان احنا هنحضر الكواليس، وهنحضر اللي هو ايه، هقول الباك ستيج، بس هي الكواليس. مش عارفه ليه انا خايفه ما انبسطش. ليه؟ هتتبسطي جدا. انا متحمسه بصراحه اقعد في الكواليس بس حاسه واقعد عارفة مع الناس. يمكن حد يقول لي اطلع بره لا ما تخشوش. مش حاسه حد هيعمل كده. بعدين عادي يعني حد يعمل كده ونروح حته تاني ايوه صح، اصلا يعني هو قد ايه عادي احنا نخش بجد عادي. ايوه هنخش كده. مش متخيله ان احنا نقعد بقى في الكواليس ونقعد نتكلم معاهم ونسالهم عن حياتهم. يعني انا عايزه اقعد معاهم واسالهم عن حياتهم عشان اعرف اسالهم. بس انا حاسه ان في الاخر هرسم حاجه ليها علاقه بالحيوانات اصلا، بس مش عارفه. انت عايزه تسمي حوار الفيل ده؟ يعني حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه كده بس ما اعرفش. ايوه الحيوانات بيتظلموا قوي. بصراحه بيصعب عليا ان هم اصلا هي عماله تشرح، انا كل اللي في دماغي الحاجات دي مكانها الغابه، الحاجات دي مكانها الغابه، لحد ما في الاخر قالت على حال الفيل ده وعلم في دماغي. قالت لنا ان حد كان راسم فيل في قفص صغير كانه محبوس، فهو فعلا محبوس عشان هو ده مش مكانه. فعايزه اعمل حاجه كده، حاجه شبه كده، بس ما اعرفش ايه الحاجه. انا عندي مشكله اصلا في ان انا الاقي افكار عامه، وانا مش برضه الاقي افكار خالص. وانا بجد جماعة بعد ما خلصت قعدتي مع شهد رحت قعدت مع اصحابي بتوع السكن القديم اللي انا كنت فيه، وبجد القعده كانت جميل جدا وبسطت قوي 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 عشان كان بقالي كتير ما اتجمعتش معاهم. بالنسبه بقى لدرجه المشروع فهي بجد لسه ما نزلت لناش لحد دلوقتي، انا ما اعرفش جبت كام، بس يعني اتمنى ان الدرجه تكون كويسه. بالنسبه بقى للاسبوع الجاي انا بصراحه ما كنتش ناويه افلوج عشان كنت ناويه اخد بريك شويه، بس حاسه ان هيكون فيه احداث كتير قوي انا مش حابه تفوت من يوتيوب. يعني حاسه انها هتبقى حلوه قوي ان انا ابقى مسجلاها. عايزه اعمل فلوجز هنا وعلى الاماكن التانية، يا ريت يعني تعملوا لي فولو لو انتم مش عاملين. وبس كده الاسبوع خلص، يا رب تكونوا انبسطتوا بالفلوج الطويله شويه دي، واشوفكم بالفلوج الجاي. وبس كده، باي.